الأولى اللي قامت بها الجمعية ضمن هذه السنة الموسم ديال 2016، فمرحبا بكم. اولا الشكر الجزيل كيرجع السيد رئيس جمعيه التواصل السي عبد الغني امنه اللي ديما كان كيناضل من اجل الصالح العام، وهذا المجهود وهذا العمل الجبار ما كيجعلنا الا نوقفوا ونواكبوه ونشجعوا على هذه الاعمال الخيريه. الله يجازيه خير. وفيما يخص انا شخصيا انا اعطينا التعليمات هذه تقريبا واحد 3 ايام جميع رؤساء المصالح نيت في اطار هاد الناس اللي ذات اعاقات دائمه او مؤقته، ان الاسبقيه كترجع لهاد الناس اللي عندهم هاد الاعاقات من هذا النوع، انها تكون عندهم اسبقيه في المصالح كيف ما كانت نوعها، ولا كانت شي مطالب ولا كانت شي مصلحه ولا كان جاي يقضي شي غرض اداري، الاسبقيه كترجع لهاد الناس. وكيف ما كانش كيف ما كيخفاش على اي حد، سيدنا الله ينصرو هو في الوقت ملي كان والي العهد كان ديما كيناضل وديما كان كيدافع على الناس ذات الاعاقات، وهادشي خصو يجعلنا هادشي كيجعلنا حتى حنا خاصنا نقوموا بهذه المبادره. وشكرا. في مركز ديال جمعيه التواصل ذوي الاحتياجات الخاصه بمركز بشلالات. هذه الجمعيه اللي خدات اللي عرفات النور ديالها في 2008 درت مجموعه الانشطه لصالح الاشخاص ذوي احتياجات خاصه، الاشخاص المعاقين. مجموعه من الانشطه ما غاديش ندعم هذه الجمعيه ولا نقول ندير لها الاشهار، ولكن تنقول بان هذه الجمعيه عندها مجموعه ديال الانشطه اللي كديرها في المستوى كبير. الوضعيه ديال المعاق ما يمكنش نهضر عليها انا ماشي مختص في الميدان، غير اللي نقول هو ان هذه الجمعيه خصها دعم. كنقول للمجلس الجديد ديال جامعه شلالات بان هذيك 50,000 درهم اللي تتعطى للجمعيه هي ما كتمثلش حتى 1% ولا بالانشطه اللي تدير هي. كاين صعوبات كبيره، الانسان الشخص العادي عنده صعوبات كبيره في الناقل وفي العمل وهذا الشيء، فما بالك بواحد عنده شخص او جوج الاشخاص معاقين ولا ذوي احتياجات خاصه في المنزل ديالو. شفنا حالات اللي صراحه وقع فيها الحال بزاف، ان كاين الناس اللي عندهم اعاقات كبيره جدا لدرجه ان واحد السيد دري طفل صغير دابا كيتجاوز السن ديالو 6 سنوات اللي ما تيشوفش وما تيسمعش وما تيهضرش وعنده اعاقه. اذا عنده اعاقه يعني هاد الناس الاهل ديالو واخا يكونوا لاباس عليهم راه غادي مع المده ما غيقدروش يبقاو. الدوله المغربيه خصها تحمل المسؤوليه ديالها، لان هاد الجمعيات ما يمكنش تبقى تخدم بوحدها في غياب واحد الدعم اللي كبير، الدعم ديال الدوله، لان الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ولا الاشخاص المعاقين، انا كنقولش معاق لان المعاق هو شيء اخر، كنقول عنده احتياجات خاصه، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه بديك الصفه. هذا دور ديال الدوله المغربيه، على الدوله المغربيه ان تتحمل مسؤوليتها في اتجاه الاشخاص المعاقين وذلك بدعم الجمعيات، ليس دعم ماديا ولكن نشريو لهم اطريه، نشريو اطراف. كاين دابا الناس اللي محتاجين اطراف اصطناعيه، كاين اللي محتاجين نظارات، كاين اللي محتاجين ليكوش، كاين اللي محتاجين الترويض الطبي. كنقولها كاملين حنا في جامعه شلالات هنايا هي دعوه الدوله المغربيه، هي دعوه للسيد العام السي محمد سعيد الشكاف، هي دعوه للبرامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هي دعوه للجماعه المجلس الجديد باش يحاولوا يدعم هذه الجمعيه على المستوى المادي وعلى المستوى على المستوى البنيه التحتيه. هذا السونتر، هذا المركز دابا اللي كاين هنا، المركز ديال الجمعيه خاصو يتطور ان شاء الله ويكبر وتكونوا فيه مرافق واليات اخرين وتكونوا فيه دي صال كبار ديال الترويض الطبي. وشكرا. بدايه شكر جزيل للنبأ، الجريدة النبأ على المغربية على الحضور وتغطية هذا الحفل الذي أقيم بمناسبة توزيع الأطراف الاصطناعية في دفعتها الثالثة لهذا العام، وأيضا بعض الحفاظات على الأطفال الفوذية إعاقة. طبعا كما شاهدتم حالات إنسانية تستحق العناء وتستحق أيضا أن نعمل كل مجهودات من أجل أن نساهم في تغيير الحياة الشخص ذو إعاقة. طبعا الفرحة كانت بادية جدا على محيا المستفيدين. نأمل استمرارية هذه المبادرات والمشاريع
هذا المشروع كما سبق الذكر مولى من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمليات محمدية في اللجنة الإقليمية، وأيضا اللجنة على صعيد الولايات الدار البيضاء الكبرى. طبعا على امل ان تستمر هكذا مبادرات، على اعتبار ان لائحه الانتظار كبيره وكبيره جدا وتحتاج لمجهودات اضافيه عبر شراكات تجمع بين الجمعيه وايضا مختلف الفاعلين المحليين من سلطات عموميه وغيرها، على امل ان نكون مساهمين في تحقيق المرجى او المامول، وهو خدمه الاشخاص ذوي الاعاقه.